ويا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. العيش الفينو الاقتصادي بدون بيض بدون زبدة، مكوناته بسيطة جدا، قوامه خفيف، طري من جوه ومن بره. وانا داليا. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. ومن نص كيلو دقيق هنجهز 15 رغيف فينو حجم متوسط. مع بعض هنبدأ نجهز العيش الفينو في بولة ناشفة ونظيفة. هنزل بكيس من الخميرة الفورية، لكل نص كيلو دقيق كيس خميرة فورية أو معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، نص معلقة كبيرة من السكر، وأقلب كويس. وهنزل عليهم بكوباية من المية الدافية، دافية يعني إيدي تستحملها زي دمعة العين كده. مهم جدا ان المية ما تكونش سخنة عشان ما تموتش الخميرة. وقلب كويس جدا عشان الخميرة والسكر يدوبوا. وانزل عليهم بمعلقتين كبار من دقيق متعدد الاستخدامات، وقلب لحد ما اتأكد ان كل المكونات دابت كويس. هغطي البولة واحطها في مكان دافي ربع ساعة عشان اتأكد ان الخميرة شغالة. ولحد ما الخميرة تجهز هحضر المواد الجافة. نص كيلو من دقيق متعدد الاستخدامات، هضيف له نص معلقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة كبيرة من السكر. يبقى أنا كده لنص كيلو دقيق ضفت معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة سكر كانت مع الخميرة، والنص التاني ضفته للدقيق. معلقة كبيرة من اللبن البودرة، وده اختياري تقدري تستغني عنه، بس إضافته بتدي طراوة وطعم حلو ومميز جدا للعيش الفينو. وهقلب كل المكونات الجافة مع بعض كويس جدا. بعد ربع ساعة هجيب البولة اللي فيها الخميرة عملت طبقة من الفوم كده، اتأكدت ان الخميرة شغالة. بنزل عليها بمعلقة كبيرة من الخل. الخل هنا محسن للمخبوزات وبيخلي القلب بتاع العيش الفينو لونه أبيض. وهضيف كوباية صغيرة من الزبادي، أي نوع زبادي، زبادي بلدي أو زبادي شركات اللي موجود عندك اشتغلي بيه. والزبادي هنا بيدي طراوة للعيش الفينو. وهقلب كل المكونات كويس وانزل عليهم بربع كوباية زيت طعام يكون شفاف بدون ريحة، وأقلب كويس. وفي وعاء العجن هنزل بالخميرة بعد ما ضفت لها كل المكونات وقلبتهم كويس جدا، كله امتزج مع كله. وهندخل المواد الجافة اللي أنا جهزتها، والخطوة دي مهمة جدا عشان أحجز أي شوائب أو تكتلات ما تنزلش في العجينة. وفي الأول هستخدم المعلقة لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض كويس. بعد كده هبدأ ألم العجينة بإيدي وأعجنها مدة ما تقلش عن ربع ساعة. مهم جدا إن انتي تخدمي العجينة وتعجنيها فترة كافية عشان تديكي نتيجة كويسة. والنص كيلو من الدقيق ضفت كوباية مية دافية اللي حطيتها مع الخميرة في الأول. ونوع الدقيق اللي بستخدمه محتاجش أكتر من كده، ما ضفتش أي حاجة خالص. وعلى حسب نوع الدقيق اللي بتستخدميه جهزي جنبك ربع كوباية مية دافية. ممكن تزودي منها بالتدريج لو لقيتي العجينة معاكي ناشفة. بالنسبة لي العجينة كانت بتلزق تلزيق خفيف خالص، بس عجينة زي القماشة طرية وناعمة جدا. لو حسيتي ان العجينة بتلزق معاكي جامد بتنخلي عليها نص معلقة كبيرة من الدقيق وترجعي تعجنيها تاني، بتلاقيها بتتماسك معاكي كويس. شوفوا العجينة وجمالها عاملة زي حتة الملبن بالظبط، ناعمة جدا وطرية في ايديا. اتأكدت انها اتعجنت كويس جدا. بنزل في وعاء العجن بنقطة من الزيت، والطبق اللي بعجن فيها بطنه بنقطة الزيت اللي انا ضفتها، واحط نقطة زيت في ايدي والف بيها سطح العجينة من بره. هغطي العجينة واحطها في مكان دافي مدة ما تقلش عن نص ساعة عشان تخمر كويس حجمها يتضاعف. وبعد نص ساعة في مكان دافي العجينة اختمرت كويس وحجمها اتضاعف. وهبدأ ألم العجينة عشان أشكلها. عجينة ناعمة جدا وطرية بالظبط كأنك ماسكة حتة من الملبن في إيديكي. وعلى مفرش سيليكون أو على الرخامة بشكل العجينة في صورة اسطوانة عشان تسهل عليا إني أقسمها للقم صغيرة. من جمال العجينة وحلاوتها محتاجتش إني أرش رشة دقيق أو أبدرها بالدقيق. بصوا هي مع نفسها كده، هي شغالة مع نفسها، مش محتاجة أي حاجة خالص. وبقسم العجينة ل15 قطعة
كل رغيف تقريبا وزنه هيبقى 55 جرام. ممكن تعملي رغيف فينو أكبر من كده على حسب احتياجات أسرتك. وفي صينية كبيرة أو طبق واسع بديها مسحة بسيطة جدا من الزيت، وبرص فيها قطع العجينة بعد ما قسمتها، وهغطيهم بفوطة نظيفة، وابدأ إني أمسك كورة كورة وأشكلها في صورة رغيف. ومن طراوة العجينة ونعومتها كنت بشكلها بإيديا بمنتهى السهولة، ناعمة جدا وطرية، بتتحرك معايا بمنتهى السهولة. شكلتها في صورة مستطيل، احتجت النشابة بس في آخر لحظة عشان أخلي ارتفاع العجينة كله واحد، وبديها شكل المستطيل. وبطراطيف صوابعي ببدأ أرول العجينة بالراحة خالص وأدخلها من الجناب. أنا مش عايزة الرغيف بتاعي يطول، أنا عايزاه صغنن قصنن مقلبص كده. واخر لفه في العجينه ببدا اني اشد العجينه واقفل كويس جدا الرغيف بتاعي عشان وهو في الفرن ما يفتحش مني. بعد ما بشكل الرغيف واقفله كويس بدحرجه مرتين تلاتة كده عشان اديله الشكل الاسطواني المنتظم بتاعه، واحطه جنب اخواته واغطيه بفوطه مطبخ لحد ما اخلص الكميه كلها. هنشكل مع بعض رغيفين وتاني كورة من العجينة وزنها 55 جرام. تقدري تزودي في وزن العجينة عشان يديكي رغيف فينو أكبر شوية. بضغط عليها بإيديا ضغطات خفيفة خالص، بديها شكل المستطيل. ببدأ إني أضغط عليها بالنشابة برضو ضغطات خفيفة، ما تدوسيش قوي عشان أساوي ارتفاع العجينة كله يبقى واحد بطراطيف صوابعي. ببدأ إني أرولها كده بالراحة خالص، هقفل عليها من الآخر، يعني العجينة بشدها كده عشان أقفلها على بعضها عشان ما تفتحش مني في الفرن. ببدأ إني أدحرجها مرتين تلاتة عشان أظبط شكلها الأسطواني في صاج فرن كبير. مسحة زيت بسيطة خالص، ببدره بالدقيق عشان نضمن إن العيش الفينو ما يلزقش فيه خالص. بعد ما ببطنه كويس ببدأ إني أرص فيه العيش الفينو اللي أنا جهزته بالراحة خالص عشان إيديا ما تغيرش من شكله وحجم رغيف الفينو. وفوطة مطبخ نظيفة هغطيه واسيبه في مكان دافي لمدة ساعة. ودي التخميرة التانية ليه، وده شكله بعد مرور ساعة. حجمه اتضاعف وخد شكل وحجم رغيف الفينو المتوسط. بفرشة ببدأ إني أمسح سطح رغيف الفينو بالحليب، ولو عندك سمسم اديله رشة حلوة من السمسم المحمص على وش الرغيف. بتسخني الفرن كويس جدا وتحطي صاج العيش الفينو في الفرن في الرف الأوسط من 12 ل 15 دقيقة على درجة حرارة 180. لو ما خدش اللون الذهبي الجميل بتشغلي له الشواية لمدة دقيقتين. العيش الفينو بيطلع من الفرن ناشف جدا. بنجيب فوطة مطبخ ونبلها مية ونعصرها كويس جدا، يعني بتكوني منديها كده بالمية، وتغطي بيها صاج العيش الفينو مدة ما تقلش عن تلت ساعة. هيطلع معاكي طري وجميل وهش جدا. مع بداية الدراسة كل سنة وانتوا طيبين. العيش الفينو وجوده بقى أساسي في كل بيت. ممكن تعملي منه كمية كبيرة، تحطي جزء منها في الفريزر، تطلعيه من بالليل تحطيه على الرخامة الصبح يبقى جاهز لعمل السندوتشات على طول. وكل سنة وانتوا طيبين.